أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا معاكم إن احنا بنقدم في كل حلقة نجمة أو نجمة من الزمن الجميل. نجمتنا النهاردة هي نجاة محمد كمال حسني البابا، المعروفة بنجاة الصغيرة. اتولدت نجاة الصغيرة في 11 أغسطس سنة 1938. والدها هو محمد كمال حسني البابا، خطاط عربي دمشقي شهير، هاجر لمصر في شبابه وتزوج من سيدة مصرية هي والدة نجاة. أختها غير الشقيقة هي سعاد حسني. بدأت نجاة في الغناء وسنها 5 سنين، وكان صوتها جميل جدا، وده اللي خلى الكاتب الصحفي الكبير فكري أباظة سنة 1946 يقول بأنها في حاجة لعناية حتى يشتد عودها، وطالب الدولة بدعم موهبة نجاة الصغيرة. كانت نجاة بتغني أغاني أم كلثوم، ووصلت لدرجة من الإتقان في تقليد أم كلثوم. وبدأت نجاة تغني في التجمعات العائلية وفي الحفلات، ووالدها اعتبر بأن ده تدريب لها، ولكن الملحن الكبير محمد عبد الوهاب كان له رأي تاني. في سنة 1949 راح وقدم شكوى رسمية في مركز الشرطة ضد والدها، وقال بأن ما يدعيه والدها من تدريب هو عرقلة للعملية الطبيعية لتنمية صوتها. ورعاها الملحن محمد عبد الوهاب وحافظ عليها، وقدمت العديد من الأغاني الجميلة، ولحن لها في تاريخها الغنائي حوالي 23 أغنية اتنوعت ما بين القصيدة والأغاني الرومانسية. وسنها 16 سنة تزوجت نجاة من كمال منسي، وأنجبت ابنها وليد، وانتهى الزواج بالانفصال بعد 5 سنوات. بعد انفصالها عن كمال منسي ب7 سنوات تزوجت نجاة من المخرج حسام الدين مصطفى، ولكن هذا الزواج انتهى بالانفصال أيضا بعد فترة صغيرة، وامتنعت نجاة عن الزواج وتفرغت لتربية ابنها ولحياتها الفنية. قدمت نجاة مع الملحن محمد عبد الوهاب أغاني جميلة، منها وصفول الحب، واسهر وانشغل أنا، وإلهي ما أعظمك، وحبيبي سامعني، وشكل تاني، ولا تكذبي، وغيرها. بدأت نجاة تتجه للأغاني الطويلة وتجذب المستمعين ليها، واتجهت للأنماط الشعرية الكلاسيكية اللي بتجمع ما بين البساطة والأناقة، وغنت قصائد نزار قباني، وحققت شعبية كبيرة جدا، وما نقدرش نقول ايه اغنية اجمل من التانية، لان كل اغاني نجاة جميلة. وعلى سبيل المثال اغنية الى حبيبي، واستناني، وعيش معايا، ودبنا يا حبايبنا، وانا ليك يا حبيبي، وماذا اقول، وعيون القلب، والا فراق الاحباب، ومسافر وحدك، واسألك الرحيلة.
في أوائل سنة 60 بعت لها الشاعر نزار قباني أغنية، هي أغنية أيظنه، ولكن لصعوبة الكلمات قررت نجاة إنها ترسل القصيدة للنشر في إحدى الصحف المصرية تكريما لصاحبها، لأنها ما تقدرش تغنيها ومفيش ملحن يقدر يلحنها. ولكن فوجئت بعبد الوهاب بيتصل بيها وبيسألها هل الأغنية دي بتاعتك؟ فقالت له أيوة. بعد منها بساعتين كان اللحن جاهز، وغنت نجاة أيظنه وحققت نجاح كبير جدا في الوقت ده. ولكن في الوقت ده كان نزار قباني في السفارة لبلاده في الصين، وبعت لنجاة أرسل لها رسالة بيقول لها يا لك من أم قاسية يا نجاة، أريد المولود الجديد لكل إنسان، وتغنيت بجماله في كل مكان، وتركت أباه يشرب الشاي في بكين، ويحلم بطفل أزرق العينين يعيش مع أمه في القاهرة. وطلب من نجاة بأنها ترسل له التسجيل، وقال لها إذا فعلت هنا كنت أما عن حق وحقيق، أما إذا تمردت فسأطلبك إلى بيت الطاعة رغم معرفتي بأنك تكرهينه. على مدى 30 سنة مثلت نجاة 13 فيلم سينمائي، واعتزلت تصوير الأفلام سنة 76. ومن أهم أفلامها فيلم الشموع السوداء مع صالح سليم وفؤاد المهندس سنة 62، وفيلم شاطئ المرح مع حسن يوسف سنة 66، وفيلم 7 أيام في الجنة مع حسن يوسف وعادل إمام سنة 69، وفيلم ابنتي العزيزة مع رشدي أباظة سنة 71، وفيلم جفة الدموع مع محمود ياسين ومحمود المليجي سنة 76. حصلت نجاة على العديد من الجوائز، منها وسام من رئيس جمال عبد الناصر، ووسام من الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، ووسام من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، ووسام من الملك حسين ملك الأردن، وحصلت على جائزة الشاعر الإماراتي سلطان ابن علي العويس سنة 2006. وابتعدت نجاة عن الغناء فترة كبيرة، وفي سنة 2017 قررت نجاة العودة للساحة الفنية من خلال أغنية كل الكلام من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي. تعتبر نجاة من وجهة نظر كمال الطويل إنها الأفضل أداء على مستوى العالم العربي. أما الملحن محمد عبد الوهاب
فكان بيقول بأن أعماله وألحانه بتكون أكثر أمان مع نجاة، وقال عليها صاحبة السكون الصاخب. أما نزار قباني وهو أحد أشهر الشعراء المعاصرين قال إنه لما بينشر ديوان شعر فإنه بيعمل في الحصول على عدة آلاف من القراء، ولكن لما نجاة بتغني إحدى قصائده فإنه بيوصل للملايين. وقال بأن نجاة من أفضل المطربين اللي غنوا وعبروا عن قصائده، وقال بأن صوت نجاة بيعبر عن أعماق الأنثى الضعيفة الخجولة اللي تخاف من البوح عما في عالمها الذاتي من أحاسيس، وأعتقد إنها أفضل من غنى قصائدي وعبر عنها. إنها نجاة الصغيرة، فنانة ومغنية من الزمن الجميل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فعل الجرس ليصلك كل جديد.